السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم فيديو قصة مع الشامي مثل ما رديت على التعليق بآخر الفيديو شورت. اليوم هذا هو الفيديو، راح أشرح قصتي معاه بينما أنا بلعب ماينكرافت، لأن أنا حاليا مالل وما بعرف إيش بدي أعمل. يلا قبل ما نبلش لا تنسوا اللايك واشتراك ويلا نبلش. أول إشي الشامي أغاني مو حلوة، صوته مو حلو. تاني شي كرهت فانزاته من ورا، حرفيا فانزاته صارعوني. اجت فترة أنا انصرعت فيه حرفيا هذيك الفترة انصرعت فيه من فانزات الشامي. كمان ايش كان اسمه، كانت راح تتسكر عند التعليقات من ورا فانزات الشامي، حرفيا كانت راح تتسكر عند التعليقات إلى الأبد. رابع شي ما بعرف، ثالث شي انه اغاني فيها كفر. هو بقول انه ما فيها كفر، ما فيها اشي اغاني. هذا الحكي كله كذب بكذب. هو عم بكذب الشيوخ اللي بس حكوا ان الاغاني تبعيته فيها كفر. بقول ان الاغاني تبعيته مو حرام. كيف يعني الاغاني تبعيته مو حرام؟ اول مرة بسمع هاي اغاني مو حرام. خامس شي انا وابن خالي هو واخوه بنكره الشامي، بنكرهه كتير. حتى أنا من كتر ما كرهته عملت هذا الهاشتاج الشاميخ. ما بدي أحكي بالفيديو مشان ما يصير إشي للفيديو وبينزل. شامي خيار لا، أنا متت. المهم هو صوته بشع. مرة بيحكي ايش كان اسمه، سيدعت جيل على شعراتي وما بعرف ايش. هو اصلا ما كان عم يدعم فلسطين وكان عم يموت وهو ساكت. سادس شي او سابع شي ما بعرف وين وصلنا يا اخي، انا هلا فات من النوم. انه سابع شي انه ما دعم حتى سوريا لما تحررت ما دعمه. حرفيا حتى سوريا لما تحررت ما دعمه. هي بلده ما دعمه. حرفيا بلده ما دعمه. عمر كان شفته هيك إنسان بلده ما بيدعمه، بلده تبعيته ما بيدعمه. عمر كان شفته هيك، أول مرة بشوف هيك. لا 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 لا.
يعني من هون، بس ما في شي غير. ان شاء الله بكون عجبك الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك. بس مع السلامة.